يعني ايه الحياة مش فصال؟ يعني ربنا خلق الحياة دي بقوانين، سبب ونتيجة. 1+1=2 زي ما احنا دايما بنقول. والله انا عندي 16 سنة و17 سنة، هو انا لو شربت سجاير ده هيأثر عليا؟ هو ده هيعمل لي ضرر؟ طبعا اكيد هيعمل لك ضرر، وضرر كبير على فكرة. مفيش حاجة بتحصل في الحياة معجزة او باي لك، او بتحصل كده من محض الصدفة الخارقة. مفيش حاجة زي كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كلنا ان عصر المعجزات انتهى بتشريفه صلى الله عليه وسلم، وان هو بقى اخر الانبياء وخلاص، من بعد ما فيش حاجه اسمها معجزات. فكل حاجه ليها سبب. انت بتعمل اي حاجه في حياتك لازم يكون ليها نتيجه. يعني انا والله باكل هكبر، بقف قدام القطر هيخبطني واموت. طيب هو بس كده؟ لا طبعا، في احتمالات. في احتمال ان يقف قدام القطر يكون مخفف السرعه فيتخبط يقع يتكسر ما يموتش. الاحتمالات، ما هو ده برضه سبب ونتيجه. لكن في الاول وفي الاخر الحياه مش فصال. المخ بتاعك بيفضل ينمو ويتطور لحد سن ال 25. يمكن كلنا مثلا لحد سن ال 18 الطول يعتبر خلاص بيفضل اخره 18. انت عندك مخك كعضو بيفضل ينمو لحد سن 25، والمخ غذائه الاساسي اكسجين. فتخيل لو انت بتشرب سجاير وانت سنك تحت ال 25 سنه، انت بتقلل من مستواك، بتقلل من قدراتك الذهنيه اللي ممكن توصل لها. الحياه مش فصال تتفاصل وتقول لا انا لسه صغير ولسه العمر قدامي. يا عم طب ما في ناس بتشرب سجاير وعندها 80 سنه يا عم، ما حصلش اللي انت بتقول عليه ده. اه ما حصلش، بس كان ممكن يبقوا حد تاني احسن، وطاقتهم وقوتهم واستيعابهم الذهني احسن، بس هم للاسف دخنوا. طب انا اعرف ناس مثلا كانوا في الثانويه قبل الثانوي طول عمرهم ما بيذاكروش، طول عمره يسمع المعلومه مره واحده خلاص انتهت، يخش الامتحان بالمعلومه ويجيب الدرجه النهائيه. لما بدأ في مرحلة الثانوي والتدخين والجامعة وهو بيدخن، مستواه نزل. أولا ما جابش مجموع كويس جدا في الثانوية العامة، وكمان في الجامعة مبقاش أحسن حاجة، وتلاقي إن الإنسان حاله اتبدل. ليه؟ بسبب التدخين. ما تفصلش في حياتك. ما هو أصل غيري عمل وما حصلوش. طب ما في ناس بتعمل وما بيحصلهاش، اشمعنى أنا اللي المفروض ألتزم؟ عادي، دي حياتك، اختيارك. اوعى تصدق ان الواحد لما يأثر مع نفسه او يسمع كلام الناس اللي هي بتقول لا عادي ما انت ممكن ما يحصلكش، الناس دي بتبقى حياتهم احسن ما يمكن. لا طبعا، بيفضل ده مأثر عليهم ويجي الايام تجري عليهم. هو الكون كده، سبب ونتيجة. اوعى تفتكر انك تسمع كلام وتفضل ماشي بالضد، ده هيوصلك لنتيجة كويسة في الاخر. الحياة مش فصال. اعمل الصح، خلي خطواتك صح، اعتمد على نفسك واعتمد على انك بتعمل كل حاجة كسبب، وهيبقى ليها نتيجة. ما حسيتش نتيجتها النهاردة، يبقى نتيجتها جاية في المستقبل. والسلام عليكم.